بيبدا المسلسل في محطه كروز واللي بيكون موجود فيها بطلتنا كيري واللي مستنيه وصول صاحبها شوتشي. بعد شويه بيوصل شوتشي اللي بتجري عليه كيري وبترحب بيه وبيتمشوا سوا في مدينه كروز وهم بيتكلموا وبيقول لها شوتشي احنا ايه اللي مخلينا عايشين في البلد دي لحد دلوقتي؟ فبترد عليه كيري وبتقول له قصدك اننا نهرب يعني؟ فبيقول لها هو انت مش واخده بالك من اللي بيحصل حوالين مننا؟ وفعلا بيبدا شوتشي يوريها ان كل حاجه في المكان ده عباره عن شكل لولب حلزوني مرعب، وفعلا بتظهر الماء على الارض بسبب المطر وهي بتلف على شكل حلزوني غريب. وبيكمل شوتشي وبيقول لها انا خايف جدا لان ابويا بقاله فتره بيتصرف بشكل غريب وبقى بيقعد لوحده كتير قوي وما بقاش يروح الشغل زي الاول، وطول الوقت بيكون قاعد ومركز مع اي حاجه على شكل لولب حلزوني لدرجه انه من كتر ما بيفضل مركز معاها بتفضل عينه تلف وتدور بشكل غريب مع اللولب ده. فبتستغرب كيري من اللي بتسمعه وبتقول له ازاي كده؟ فبيقول لها شوتشي انا ما بقتش عارف ايه اللي بيحصل في البلد دي. في اللحظه دي هم ماشيين بتيجي عاصفه قويه جدا ناحيتهم وبتكون على شكل دوامه وبتلف بسرعه قويه جدا، لكنهم بيبعدوا عنها وبيكملوا في طريقهم. وبيحكي لها شوتشي وبيقول لها انا بقيت احس ان ابويا مجنون من الدوامه دي لانه بقى يرفض ياكل اي حاجه مش على شكل حلزوني. فبتستغرب كيرو وبتضحك بصوت عالي من اللي بتسمعه. فبيقول لها شوتشي انا مراعي ان الموضوع فعلا يضحك بس الحقيقه هو يرعب جدا. في اللحظه دي بيسمعوا صوت جرس عالي جدا وبنعرف ان الجرس ده اللي بيعرفوا منه الوقت، لكن شوتشي بيتعصب وبيكون بيكره الصوت ده جدا وبيقول له انا ما بقتش مرتاح في المدينه دي لان طول الوقت خايف وقلقان من كل حاجه فيها. بعد شويه بتوصل كيري لبيتها وبتسمع صوت حد بيتكلم مع ابوها، فبتبص عليهم وبتلاقي والد شوتشي هو اللي بيتكلم مع ابوها. فبتسال نفسها هو ابو شوتشي بيعمل ايه هنا، وبتحاول تسمع هما بيقولوا ايه. وبنعرف ان ابو كيري بيشتغل في صنع اي حاجه يدويه وبيكون ابو شوتشي عنده عشان يعمل له شكل قطع يدويه على شكل حلزوني او دوامه. تاني يوم بتروح كيري المدرسه بتاعتها وبتقعد مع صاحبتها ازامي وبتحكي لها عن شوتشي وانه كان معاه في المدرسه لحد الاعدادي وانه راح مدينه تانية مع عيلته في الثانويه ودلوقتي رجع تاني. فبتقول لها ازامي انت محظوظه جدا علشان في حد في حياتك وانا لسه لحد دلوقتي ما تعرفتش على حد مناسب. فبتقول لها كيري انت جميله جدا واي حد يتمناكي. في اللحظه دي بتاخد كيري بالها ان في اصابه في وش ازامي، فبتحكي لها ازامي انها اتعورت وهي صغيره لما كانت بتحاول تلفت نظر ولد كانت معجبه بيه وانها فعلا بفضل الاصابه دي قدرت تتعرف عليه. وبتكمل انها من ساعه الاصابه دي وهي كل ما تقابل شاب يعجب بيها لدرجه انها حاسه ان الاصابه دي فيها قوه غريبه عشان بتخلي اي حد يشوفها يعجب بيها. بعد شويه بتوصل كيري وازامي المحطه عشان يقابلوا شوتشي، وفعلا بيوصلوا وبيقابلوا شوتشي اللي بيسلم على كيري وبتعرفوا على ازامي، لكنه اول ما بيبص لها بيحس بحاجه غريبه جدا وبيشد كيري من ايدها وبيجري بسرعه. فبتساله كيري في ايه وليه عملت كده اول ما شفت ازامي؟ فبيقول لها شوتشي انا حاسس ان البنت دي فيها حاجه غريبه وانها عندها قوه غريبه جدا لانها عندها اصابه في وشها على شكل لولب حلزوني. فبتستغرب كيري من اللي بتسمعه وبتمشي وبترجع على بيتها. فبيقابلها ابوها وبيقول لها انا خلصت الحاجه اللي طلبها مني ابو شوتشي ويا ريت لو تقدري توصليها له لحد بيته. وفعلا بتاخد كيري الحاجه وبتروح لحد بيت ابو شوتشي اللي بيقابلها وبيقول لها انا اسف جدا ان تعبتك معايا وجبتك لحد هنا، بس انا خلاص ما بقتش محتاجها لاني قدرت اعرف ان كل واحد يقدر يصنع الحاجه اللي هو عايزها بنفسه. وفي اللحظه دي بيخرج ابو شوتشي لسانه وبيقدر يلفه على شكل حلزوني مخيف. فبتخاف كيري من المنظر اللي قدامها وبتجري بسرعه جدا وهي بتصرخ. في الوقت ده بيكون شوتشي ماشي لكن بتظهر قدامه ازامي اللي بتقول انت الوحيد اللي ما قدرتش اخليك تحبني وتعجب بيا برغم ان كل اللي اعرفهم مجرد ما بيشوفوني بيعجبوا بيا على طول. فبيخاف شوتشي وبيقع على الارض وهو بيقول لها انت لازم تسيب البلد دي بسرعه. فبتستغرب ازامي من كلامه وليه بيقول لها كده وبيظهر ان الاصابه اللي في وشها بتكبر. فبيخاف شوتشي وبيهرب من المكان بسرعه وهو بيقول لها هربي قبل فوات الاوان. بنكتشف بعد كده ان ابو شوتشي مات وبيكون شوتشي واقف في جنازه ابوه بيتكلم مع كيري وبيقول لها انت عارفه ابويا مات ازاي؟ فبتقول له انا سمعت الناس كلها بتتكلم انه عمل حادثه ومات. فبيحكي لها شوتشي احنا اللي قلنا كده عشان ندار على اللي حصل لان ابويا بقاله فتره بتظهر عليه حاجات غريبه جدا بسبب انه متعلق بشكل اللولب الحلزوني لدرجه ان احنا شكلنا انه اتجنن فما كانش قدامنا حل غير اننا ناخده المستشفى متخصصه. وفعلا رجعنا البيت علشان ناخده لكن ما لقيناش ليه اي اثر، بس لقينا صندوق كبير جدا في اوضته ولما فتحناه لقينا ابويا لافف جسمه بشكل غريب جدا زي الحلزون لدرجه ان كل عظمه في جسمه اتكسرت وكان ده سبب موته. في اللحظه دي بنلاقي شكل السما اتغير وبقى واخد شكل حلزوني غريب. فبيتصدموا الناس الموجوده في العزا وبتقول لهم ام شوتشي ان جوزها هو السبب في كل ده وبتقع على الارض وهي بتصرخ وبتعيط جامد جدا. في الوقت ده بتيجي ازامي وبتقابل كيري اللي بتسالها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول لها ازامي انها عرفت اللي حصل وما كانش ينفع تسيبهم في وقت زي ده. في اللحظه دي بتيجي عاصفه ترابيه كبيره جدا على شكل حلزوني لكن ما بتتاثرش ازامي بالعاصفه دي وبتظهر الاصابه اللي في وشها انها بدات تزيد. فبتجري ازامي بسرعه من المكان وبتكون كيري واقعه على الارض ومصدومه من اللي بتشوفه. وبترجع كيري لمدرستها وبتكون حاسه بالملل والحزن دايما لانها بتلاحظ ان صاحبتها ازامي ما بقتش تيجي. لكن في الوقت ده بيظهر زميل ليها اسمه كاتا واللي بيكون بيتخانق مع اصحابه اللي بيقدروا انهم يضربوه ويقطعوا له كل هدومه. فبتتصدم كيري لما بتلاقي ان موجود على ظهر كاتا شكل حلزوني كبير جدا. بنرجع تاني لام شوتشي واللي بتكون في المستشفى وفي حاله انهيار وبيحكي شوتشي لكيري وبيقول لها ان امه من ساعه ما ابوه مات وهو دايما منهاره وكل ما تشوف اي شكل حلزوني الحاله بتزيد سوء لدرجه انها بتقطع في شعرها وضوافرها. بعد شويه بتمشي كيري وبتكون في طريقها للبيت لكنها بتقابل ازامي بالصدفه. فبتسالها كيري انت كنت فين كل ده وما جيتيش المدرسه ليه؟ فبتقول لها ازامي انا حاسه ان في حاجه غريبه بتحصل لي
شوتشي وان عينيها اليمين بتتحرك لوحدها. فبيظهر ان الشكل الحلزوني اللي كان موجود في وش ازامي وصل لعينيها اليمين، وده خلاها تبدا تلف بشكل غريب. فبتتصدم كيري من المنظر اللي قدامها وبتقع على الارض وهي بتصرخ. فبتمشي ازامي بسرعه وبتسيبها. بعد شويه بتقابل ازامي في طريقها شاب وبيتكلم معاها وبيقول لها ان هو معجب بيها جدا. فبتستغله ازامي وبتطلب منه انه يجيب لها شوتشي لحد عندها وساعتها هي هتحبه. وفعلا بيروح الشاب وبيقابل شوتشي وبيتكلم معاه وبيجيبه لحد عندها. فبيقول لها الشاب ان هو نفذ لها كل طلباتها وانهم لازم يخرجوا سوا زي ما وعدته. فبتقول له ازامي انها ما بتحبش حد غير شوتشي. فبيتعصب الشاب وبيحاول انه يضربها، لكن في اللحظه دي بتتحول ازامي لشكل حلزوني غريب وبتبلع الشاب بالكامل، وما بتقدرش تتحكم في نفسها لدرجه انها بتقدر تبلع جسمها بالكامل وبتختفي. كل ده بيكون شوتشي مصدوم من اللي بيشوفه وبتجيله كيري عشان تلحقه. فبيقول لها تبعد علشان ما يحصل لهاش حاجه. بترجع تاني كيري للمدرسه، وفي الوقت ده بيظهر زميلها تاكا واللي بيكون متاخر على المدرسه وبيعتذر للمدرس بتاعه بيدخل الفصل، ولكن بيظهر ان ظهره وارم جدا. فبيستغربوا زمايله من شكله. بتخرج كيري من المدرسه وبتروح هي وصاحبتها لمكان المقابر وبيحاولوا يوصلوا لمقبره ازامي. فبتقول لها صاحبتها انا عارفه انك تعبت الفتره اللي فاتت دي بعد اللي حصل لازامي، وان الشرطه استجوبتك عشان كنت موجوده ساعه اللي حصل لازامي. لكن فجاه بيظهر قدامهم شاب وبيخضهم وبيقول لكيري انا معجب بيكي قوي ونفسي نبقى اصحاب ونخرج سوا. لكن صاحبتها بترد مكانها وبتقول لها كيري بتحب واحد تاني ويا ريت تبعد عننا بقى وتبطل تعمل فينا المقالب بتاعتك دي. فبيرد عليها الشاب بضحك وبيقول انا عمري ما هبطل اعمل مقالب في الناس لان دي هوايتي المفضله. لكن كيري بترد عليه وبتقول له انا عمري ما هحبك ولا هتمنى اكون معاك ومش عايز اشوفك تاني. فبيضحك الشاب بصوت عالي وبيسيبوه وبيمشوا، وبيفضل يزعق بصوت عالي وبيقول لكيري انت بتاعتي انا بس ومش هسيبك ابدا. بتودع كيري صاحبتها وبتمشي لوحدها لحد ما بتشوف شاب بيتخانق مع راجل كبير. فبتجري عليه كيري وبتطمن عليه، وبتكتشف ان صديقها كازو وبيقعدوا مع بعض وبيتكلموا وبيحكي لها كازو ويقول لها فاكره لما جيت هنا انا وابويا وامي وانا في الابتدائي وساعتها قعدنا في بيت قديم جدا لدرجه ان الناس كانوا بيتريقوا علينا بسبب فقرنا. فبتقول له كيري ايوه فاكره كل ده، حتى ساعتها كنت ساعات بلعب انا وشوتشي وفي البيت ده معاك وكانت ايامنا حلوه قوي. بيكمل كازو وبيقول لها ساعتها واحنا في البيت ده كان ساكن في البيت اللي جنبنا بنت اسمها اوركو هي وعيلتها، وكانت عيلتنا وعيلتهم دايما بينهم مشاكل وبيكرهوا بعض جدا، ولحد دلوقتي ما اعرفش ايه سبب المشاكل دي كلها، بس اعتقد يعني بسبب الفقر اللي كنا عايشين فيه. فبتقول له كيري انا عارفه ان انت شاب كويس جدا ومش بتاع مشاكل. فبيشكرها كازو وبيقول لها برغم المشاكل اللي كانت بيننا وبين عيله اوركو بس انا حبيتها وهي حبتني جدا، بس للاسف العيلتين هما اللي واقفين بيننا، وعشان كده احنا قررنا ان انا وهي نهربوا سوا في القطر اللي هيمشي بعد بكره، وانت الوحيده اللي تعرفي بالموضوع ده. بنروح للمستشفى الموجوده فيها ام شوتشي، وبتكون كيري قاعده مع شوتشي وبتحكي له على اللي حصل مع كازو واوركو وانها نفسها انهم يوصلوا للي هم عايزينه وبيبعدوا عن المشاكل. فبيقول لها شوتشي دي اكيد لعنه اللولب، لانه واضح جدا انه في عائلات كتير واماكن كتير في البلد دي غريبه واكيد ده كله بسبب اللولب. ولكن كيري بتكون مش فاهمه حاجه من اللي بيقوله. تاني يوم بتصحى كيري وبتجهز عشان تروح المدرسه، لكنها بتلاحظ ان شعرها بدا يطول بسرعه، لكنها ما بتركزش قوي وبتخرج وبتروح المدرسه. لكن واحده من صحابها بتقول لها ايه اللي حصل لشعرك؟ فبتاخد كيري بالها ان شعرها بدا يطول اكتر ويتحول لدوائر حلزونيه غريبه. فبتعرض عليها صاحبتها انها تعمله ضفاير عشان يبقى شكله احسن. فبتوافق كيري وفعلا بتعمله ضفيره، لكن الضفيره بتتفك لوحدها وبيرجع شعرها تاني يتحول لحلقات حلزونيه. ولكن فجاه بيظهر على شباك الفصل من بره صاحبهم تاكا واللي بيكون اتحول لحلزون بشري وبيمشي على الحيطه. فبيتصدم كل اصحابه من شكله وبيخافوا منه، ولكن بيقدر مجموعه من الناس انهم يحاصروه ويحبسوه عشان ما يأذيش حد. في الوقت ده بتكون كيري مشغوله في اللي بيحصل لشعرها وبتقرر انها تقص شعرها، وفعلا بتروح لمحل قص الشعر. ولكن اول ما بتقرب منها صاحبه المحل وفي ايديها المقص بنلاقي شعر كيري بيلف حوالين ايديها وبيمنعها انها تقصه. فبتخاف كيري وبترجع لبيتها. فبيحاولوا امها وابوها واخوها انهم يشوفوا حل اللي بيحصل لشعرها ده، وفي اللحظه دي بيلف شعر كيري حوالين رقبتها وبيخنقها. فبيقول اخوها ان اكيد شعرها غضبان وزعلان منها لانها حاولت تقصه وانها لازم تهدى علشان ما يحصل لهاش حاجه. وبيفضل شعر كيري على الحال ده لدرجه ان اي حد بيشوفها كان بيركز معاها، وبتكون كيري حزينه جدا ومش عارفه تعمل ايه. حتى شوتشي اول ما شافها خاف وطلع يجري، فكانت مصدومه من اللي عمله. بعد شويه بنلاقي الولد اللي كان بيحبها بيقرب منها وبيديها هديه وبيقول لها ان هو بيحبها، لكنها بتفضل تقول له انها بتحب شخص تاني وانه يبعد عنها. لكن في اللحظه دي بيجري الولد وبيقف قدام عربيه جايه بسرعه وبتخبطه، وهو بيقول لكيري ان هو بيحبها جدا. وبتكتشف كيري ان الهديه اللي اداها لها الولد ده كانت مجرد ملعب من اللي بيعملوا فيهم دايما. بعد كده بتكون كيري واقفه مع اصحابها، فبتجيلها واحده تانيه من زمايلها واللي بيبان انها غيرانه وفاكره ان كيري هي اللي عملت كده في شعرها عشان تجذب انتباه كل اللي في المدرسه ناحيتها. فبتقرر البنت انها تعمل شعرها زي كيري عشان تبان انها احسن منها. فبتروح لكيري وبتقول لها انت عمرك ما هتبقي احسن مني ولا تكسبيني في اي حاجه. وبتبدا البنت انها تتخانق مع كيري، لكن كيري ما بتقدرش تتحكم في شعرها اللي بيهجم على البنت وبيتلف حوالين جسمها. لكن في اللحظه دي بيجي شوتشي وهو بيجري بسرعه ناحيه كيري ومعاه مقص وبيحاول انه يقص شعرها عشان ينقذها، لكن بيقدر شعر كيري الحلزوني انه يلف على جسم شوتشي. وفي اللحظه دي بتقع كيري على الارض وبتفقد الوعي. فبتفتكر البنت زميلتها انها هي اللي فازت عليها وانها هي اللي هتفضل مشهوره في المكان. لكن في اللحظه دي بنلاقي شوتشي بيخرج ايده من شعر كيري وبيقص كل شعرها وبيبدا يفوقها، وفعلا كيري بتمشي معاه. في الوقت ده بيكون تاكا هرب من القفص المحبوس فيه وبيختفي ومحدش بيكون عارف راح فين. وفي الوقت ده بتروح كيري وشوتشي بسرعه للمحطه عشان يقابلوا كازو واوركو قبل ما يهربوا سوا. وفعلا بيوصلوا المحطه وبيلاقوا ان كازو
اوركو جايين يجروا بسرعه، وبيقول كازو العيله شافتنا واحنا بنهرب وهم دلوقتي جايين بيجروا ورانا عشان يمنعونا ويفرقونا عن بعض، فبتطلب منهم كيري انهم يمشوا بسرعه عشان يهربوا. لكن في اللحظه دي بتحاصرهم عيله اوركو وبيضرب ابوها كازو وبيوقعوا على الارض، فبتعيط اوركو وبتقول لكازو انهم هيفرقونا عن بعض تاني، لكن كازو في اللحظه دي بيقول لها انهم عمرهم ما هيبعدوا تاني عن بعض. وفي اللحظه دي بيتحول كازو بيلف جسمه كله حوالين جسم اوركو لحد ما بيبقوا كتله واحده وبيمشوا بعيد عن العيلتين، وهما بيقولوا لبعض انهم كده مش هيتفرقوا تاني ابدا. كل ده وكل الموجودين مش مصدقين اللي بيحصل قدامهم. تاني يوم بتكون كيري في طريقها للمدرسه وبتلاقي ست كبيره في الطريق بتمشي في شكل دايره، فبتسالها كيري ليه بتعمل كده، فبتقول لها الست انها بتمشي بقالها كتير بس مش حاسه انها بتوصل، فبتسيبها كيري وبتوصل المدرسه، لكنها بتلاقي اتنين من زمايلها بيمشوا بنفس الطريقه، وبتتصدم اكتر لما بتلاقي واحد من زمايلها بيتحول لحلزون بشري وما بتكونش عارفه السبب ده كله ايه. ولكن بترجع كيري لبيتها بتلاقي اخوها خارج من البيت وهو بيجري بسرعه، فبتساله كيري في ايه يا ميتسو، فبيقول لها كان في حاجه غريبه بتحصل وانها لازم تيجي معاه. وفعلا بيروحوا الاثنين وبيوصلوا عند مكان مناره كبيره موجود في المدينه واللي بتكون عطلانه بقالها سنين، لكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا في سفينه كبيره في البحر. وبتسمع كيري واحد من الناس بيقول ان السفينه دي وصلت للشط امبارح والمناره كانت شغاله عادي كانها متصلحه، وكان موجود على السفينه دي 3 اشخاص بس كانوا بيعملوا حاجه غريبه جدا، وهي انهم بيمشوا في دواير، وفي واحد منهم مات بس في 2 لحد دلوقتي مش لاقيينهم والشرطه بتدور عليهم في كل مكان. لكن فجاه بنلاقي ميتسو بيجري هو و3 من اصحابه مره واحده وبيدخلوا جوه المناره، فبتجري وراهم كده عشان تلحقهم وبتنادي على ميتسو اخوها، لكنه ما بيردش عليها وبيفضل يمشي في طريقه وبيطلع على السلالم الموجوده في المناره، فما بتلاقيش كيري قدامها حل غير انها تمشي وراهم عشان تلحقه، وفعلا بتطلع السلم، لكنها بتستغرب انها بتفضل تطلع وما بتوصلش لحاجه كانها في دايره، لكن بتتصدم لما بيظهر قدامها هياكل عظميه، وبتلاقي 2 من اصحاب اخوها قاعدين على السلم وهم بيعيطوا وبيقولوا لها ان ميتسو وصاحبهم الثالث طلعوا على السلالم وما رضوش يستنوا معاهم، لكن كيري بتقول لهم ينزلوا بسرعه ويروحوا بيوتهم عشان ما حدش فيهم يحصل له حاجه، وفعلا بيجري الولدين بسرعه وبينزلوا، وبتكمل كيري السلم وبتطلع لحد ما بتوصل لقمه المناره، وفعلا بتلاقي اخوها وصاحبه واقفين قدام عدسه المناره واللي بيبان ان شكلها غريب جدا وحلزوني. في اللحظه دي بتبص كيري من شباك المناره وبتلاقي ان الشمس بتبدا تغرب وان المناره بتبدا تشتغل، فبتزعق بسرعه لاخوها وصاحبه وبتطلب منهم ينزلوا بسرعه قبل ما المناره تشتغل، لانها لو اشتغلت هتخلص عليهم لان حرارتها عاليه جدا وتقدر تنهي حياه اي حد. وفعلا بيجروا ال3 بسرعه لكن ما بيلحقوش ينزلوا، وبتبدا المناره فعلا تشتغل وبتوصل الحراره ليهم، فبيقع صاحب ميتسو وبتحاول كيري تنقذه، لكنها ما بتلحقش وبتنتشر الحراره في كل مكان وبيتصابوا وبيتنقلوا للمستشفى.